منذ القدم والإنسان يحلم بالطيران مثل الطيور، ومع مرور الزمن ظهر علماء ومغامرون حاولوا تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. أولهم كان عباس بن فرناس في الأندلس بالقرن التاسع. صنع جناحين من الحرير وريش الطيور، وقفز من مكان مرتفع أمام الناس، وبالفعل حلق لمسافة قصيرة، لكنه لم يفكر في طريقة الهبوط فسقط وأصيب بجروح خطيرة، ورغم ذلك بقي اسمه رمزا للطموح العلمي. بعده جاء إلمر مالمسبري، راهب إنجليزي في القرن ال11. صنع أجنحة خشبية مغطاة بالريش، وتمكن من الطيران مسافة قصيرة قبل أن يسقط. أصيب بجروح، لكنه واصل تجاربه، وكان ذلك دليلا على إصرار الإنسان على تحقيق الحلم. أما العبقري ليوناردو دافنشي في القرن ال15 فقد رسم تصاميم لآلات طيران مستوحاة من أجنحة الخفافيش والطيور. صحيح أنه لم يجرب الطيران بنفسه، لكن رسوماته وضعت أساسا علميا لفكرة الأجنحة الميكانيكية. وفي القرن ال19 جاء الألماني أوتو ليلينثال الذي لقب بأبو الطيران الشراعي. صنع أكثر من 15 نموذجا من الطائرات الشراعية بأجنحة تشبه الطيور، وقام بأكثر من 2000 رحلة ناجحة، لكن في إحدى المحاولات فقد السيطرة وسقط، وتوفي سنة 1996. ورغم ذلك ألهمت تجاربه الأخوين رايت الذين نجحوا بعدها في اختراع أول طائرة. وهكذا بين نجاحات وإخفاقات وتضحيات مهد هؤلاء الرواد الطريق للبشرية كي تحلق عاليا. فهل كنت ستجرؤ على تجربة الطيران بأجنحة بدائية مثلهم